يا ترى ايه عقوبة اللي بيمشي بين الناس بالنميمة؟ الأول عايزين نعرف ايه هي النميمة. النميمة هي اننا نذكر الناس بالسوء ونجيب في سيرتهم بدون وجه حق. وتعريف النميمة عند الإمام الغزالي هي إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. النميمة صفة كريهة ومذمومة في القرآن، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. ومشاء بنميم هنا معناها اللي بيمشي بين الناس بالنميمة وبين الكلام بغرض انه يوقع بين الناس. فهنا ربنا امرنا اننا ما نعومش على عمهم وما نسمعش كلامهم. ذكرت النميمة في آية تانية بتقول: ويل لكل همزة لمزة. واللمزة هنا هو النمام، والهمزة هو اللي بيغتاب الناس. وفي الآية دي ربنا توعدهم بالعذاب وان اللي عملوه ده مش حاجة هينة ولا سهلة. ضيف على ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: لا يدخل الجنة نمام. تخيل الجنة عرضها السماوات والأرض ما يكونلكش مكان فيها بس عشان انت كنت نمام. انت مش بس مش هتدخل الجنة، لا ده انت هتعذب في قبرك كمان بسبب انك كنت نمام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يا ترى بعد الكلام اللي سمعته ده لسه هتنم على حد تاني؟ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. مش هوصيك بقى تعمل لايك للفيديو وتسيب كومنت حلو كده تصلي فيه على النبي، وأهم حاجة لو مش مشترك في القناة تنزل تشترك دلوقتي. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.